النائب العام المصري يأمر بإعادة تحقيقات قضية طبيب الساحل وشهرتها طبيب الساحل، وهي قضية الدكتور أسامة توفيق صبور والمتهمين. المتهم الأول أحمد شحتة ووظيفته دكتور في معهد ناصر، وأحمد فرج من الصعيد وتمرجي في عيادة أحمد شحتة. أما المتهمة الثالثة وهي المفروض تبقى المتهمة الأولى هي إيمان ومحامية، وهي كانت مشتركة، وهي اللي جابت الدكتور أسامة إلى المكان اللي مات فيه. طبعا كلكم ده عارفينه. أخبار مؤكدة، هي أخبار مؤكدة وليس حقيقية، يعني هي شبه مؤكدة، يعني هي ما نعرفش صح ولا غلط، بس في اخبار كتير بتتكلم وتقول هو النائب العام المستشار محمد شوقي امر بكده وخلى القضيه تروح الى محكمه غير المحكمه اللي كانت فيها. ما اعرفش كانت شمال القاهره ولا ما اعرفش كانت جنوب القاهره، خلاها شمال القاهره. تمام. وامر باعاده تحقيقات من جديد. اخبار بتقول كده واخبار بتقول كده. طب خلينا اذا الاخبار دي صح، طب ليه تم تحقيق القضيه؟ هجيب لكم نص الاخبار اللي قالت ان هيتم اعاده تحقيقات من الجديد. بالاعاده التحقيقات من جديد هو عشان في اطراف تانية في القضيه، علشان النيابه استندت على اطراف مخفيه في القضيه فتم فتح التحقيقات من جديد. صح ولا غلط؟ الاخبار دي بتقول بشبه ان تم مستندات جديده وتم حاجات جديده. طب هل اذا طب خلينا بس بالراحه شويه. فتحوا التحقيقات من جديد علشان يثبتوا او يحولوها محكمه تانية علشان يثبتوا ان ايمان هي متهمه قوية جدا في الجريمة ومفروض تاخد حكم اعدام هي كمان، ولا علشان ظهر ناس تانية في القضية؟ بيقولوا احمد دعبس والدكتور رائد، وهما ما نجابش سيرتهم، بس لما يفتحوا التحقيقات من جديد فهيتم سؤال الدكتور رائد اللي هو رتبته ضابط ودكتور في معهد ناصر، واحمد دعبس المهم اللي هو اللي قال ان كان في علاقة شاذة ما بين احمد شحتة واحمد فرج. هل تم فتح التحقيقات من جديد وامر النائب العام بسبب كده؟ الاخبار ديت ولا هي كذب ولا هي مؤكدة، هي ما بين البنين. اخبار كتير بتقول ان النائب العام امر بكده، واخبار كتير بتقول ان النائب العام ما امرش بكده، والكلام مش صح. هنشوفه وهنسمع خلال الايام البسيطة اللي جاية اخبار بتشد واخبار بتقول الكلام ده ان شاء الله. بس خلينا ان انا افتح لكم شوية اخبار ما فتحوش قبل كده. اذا ان ثبت حاجات وادلة من جديد سيدخل اطراف في القضية، وبدل الطرف ما هم 3 هيبقوا 5. وممكن يتسأل احمد فرج من جديد، وشكل ما كان بيزعق في المحكمة وكان بيقول دعبس والدكتور رائد، وكان بيزعق في المحكمة بصوت عالي عشان لما خد الحكم، والناس كلها بتقول ليه هو مش معنى هو اللي بيتكلم، مش معنى هو اللي منفعل، مش معنى هو اللي بيعمل. احنا بنشوف قواضي كتير هما الاتنين التانيين ما انفعلوش، الاتنين التانيين ما انفعلوش، هو ده اللي انفعل بشدة قوية. فعلشان كده الناس قاعد تسأل ليه ما يتسألش الواد ده ويتسأل ونشوفه. وممكن 90% ان تم يعني امروا بفتح التحقيقات من جديد علشان خاطر ان يسالوا الواد ده ويشوفوا ايه الاطراف التانية، ويسالوه حتى لو خدوا نفس الحكم او يثبتوا الحكم. على فكره النيابه العامه لها الحق القانوني ولها الحق الرسمي ان هي تطعن على الحكم بتاع ايمان لو الحكم فيه غلط. اما لا تعقيب على احكام القضاء نهائي، لا تعقيب على احكام القضاء. اصل احنا ما نفهمش شكلهم قانون ولا نعمل شكلهم، احنا يا دوب بنشوفهم
حاجات بسيطه. لا هم دارسين وعاملين، لان ايمان اعترفت شكل ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. بس حته تعذيب احمد فرج في النيابه ما حصلتش، ما حصلتش ولا هتحصل اصلا، مش هتحصل اصلا. تمام. اما حكايه فتح التحقيقات ديت انا بستند عليها بكذا دليل، بستند عليها يمكن لان فيديوهات الواد ده احمد فرج سمعت كتير. لما فيديوهاته هو بيصرخ في قلب المحكمه ناس مقطعاه ونشرها على الفيس ونشرها على التيك توك، بيسمعها كتير. ما يمكن النيابه شافتها وقالت ليه ما نسالش الواد ده تاني، ما نعملش الواد ده تاني. ولا يمكن اصلا فتحوا التحقيقات من جديد وبيتم اعاده التحقيقات من جديد علشان خاطر حكم ايمان. ده كله خدوا اثباتات عندك، ده كله اثبتوا عندك ان ممكن يكونوا عملوا الكلام ده علشان خاطر ان ايمان خدت الحكم ده. كانت في ناس طمعانه في اكتر من كده، وكان في ناس عشمها اكتر في كده، وكان في ناس بتقول يا ريت هي اكتر واحده اللي تاخد اعدام علشان هي كانت عارفه باللي هيحصل. على فكره ايمان استندت لحاجات كتير جدا جدا، لان ايمان هي اللي بلغت، ايمان هي اللي بلغت، هي اللي بلغت على واقعة الجريمة، وهي اللي جت مع المباحث لمكان احمد فرج في العيادة، في العيادة. فاثبت ده عندك، اثبتوا اثباتات قوية جدا عندك علشان خاطر ان هما ايمان خدت الحكم بكده. ما هو قالوا بيقول لك ايه، بيقول لك ايه، بس الكلام ده طبعا مش حقيقي، مش حقيقي طبعا. بيقول لك ان النيابة والمباحث قالوا لاحمد فرج احنا هنطلعك شاهد مالك في القضيه، هنطلعك شاهد مالك في القضيه، فقول كل حاجه بالظبط علشان خاطر تطلع منها. وبيقول لك كانوا معشمينه بكده، وما قال الكلام ده خدوه. طب اقول لك يا باشا عشموه. تمام. النيابه فكرت شكل ما انا هقول، خلينا ان كلام احمد فرج صح وكلام ابوه صح وكلام الناس اللي معاه صح. عشموه على اساس ان هو على اساس ان هو مش معاهم في اللي حصل. ويمكن احمد شحته كمان ما قالش، بس هم جابوه علشان خاطر هو كان شغال مع احمد شحته. بس لما سمعوا كلامه وشافوا كلامه ويدل ويحكم ويقول كلام ان هو كان موجود في الواقعه، فهو هيسيبوه يمشي؟ حتى لو هو ادوله الامان وقالوا له انت هتطلعك شاهد مالك في القضيه ومش هيحصل لك حاجه، بس هو اللي اعترف على نفسه وقال تفاصيل عن نفسه وقايل حاجات على نفسه توديه في 60 داهيه. هيسيبوه يمشي؟ مش هيسيبوه يمشي، ده هو اللي اعترف على نفسه من غير ما احنا نقول له، من غير ما احنا نضربوه بالقلم، من غير ما احنا نلمسوه، قال على نفسه الكلام ده. صح ولا غلط يا جدعان؟ خليكم في كلمه الحق وتقولوها عشان انتوا هتحاسبوا قدام ربنا. ما تطلعوش النيابه غلطانه، ما تطلعوش المباحث غلطانه، ما تطلعوش المحكمه غلطانه، مفيش تعقيب على اي حاجه من ديت. احنا مش شكلهم، احنا فاتحين قنوات بنتكلم فقط لا غير. نفهم الحته دي كويس عشان نكونوا واضحين لنا الصوره كويس. ايوه يمكن قالوا له كده اشهد وعرفنا الحقيقه كامله علشان خاطر يطلعوك يا ابني شاهد مالك في القضيه. لقوه بيعكها عك، لقوه بيعترف ان هو اصلا كان موجود وقال ان الدكتور الدكتور احمد شحته عمل في الدكتور اسامه كذا وكذا 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 وكذا. لقوه بيقول ان الدكتور اسامه كان راجل واحمد شحته عمل له كذا وكذا 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 وكذا. اعترف على نفسه. هيسيبوه وهو معترف التفاصيل دي كلها؟ هيسيبوه ويطلعوه بره الواقع وهو معترف على الحاجات البلاوي اللي هو عملها دي كلها؟ اكيد لا، اكيد لا. وتبقوا فاهمين كده، فاهمين ان الحته دي هتحصل. معلش انا كان صوتي عامل شويه علشان خاطر انا عندي برد كتير جدا جدا، ارجو منكم الدعاء لان البرد موت. فهم هيسيبوه بعد ما قال التفاصيل والوقائع اللي حصلت ديت. يقولوا له اطلع بره يا ابني، خلاص ده كتبناك شاهد ملك. لا، ده هو معترف على نفسه وهو قايل الكلام وتفاصيل ما اتقالتش. يمكن احمد شحته ما قالش عليه ولا اتهمه، بس هو اللي اتهم نفسه، هو اللي عمل نفسه، هو اللي قال التفاصيل على نفسه. كلمه الحق بتظهر، كلمه الحق بتظهر لو حد الايه.
فخليكم في كلمة الحق، اوعوا تغيروها ابدا، اوعوا تغيروها ابدا، عشان هتقابلوا ربنا وتقولوا له ساعتها ايه؟ هتقابلوا ربنا وتقولوا له احنا دافعنا عن باطل؟ هتقابلوا ربنا وتقولوا احنا كنا عارفين الحقيقة وسكتنا؟ انا بقول الكلام ده للناس اللي بتقول ده احمد فرج مظلوم. لو النيابة كان عندها دليل واحد او المباحث كان عندها دليل واحد ان احمد فرج مظلوم، ما كانش هيخلوه متهم من تاني في القضية، ولا كان هيخلوه اصلا في القضية. وهم ادوله الامان من الاول، قالوا احنا هتيجي معانا نسألك كذا سؤال وتيجي تاني. وده اللي صحيح يمكن قالوه. شو ابوه بيقول لك كده وهو بيقول كده، خلاص خلي الكلام ده حقيقي، خلي الكلام ده حقيقي. ما هم سألوه لقوه بيعترف على نفسه. كانت في قضية من حوالي 5 سنين كده، كانوا سألوا ايه، واحد دخل موت 5 في بيت واحد، بس ما اتسمعتش في الرأي العام كامل. فهو بيقول مش عارفين مين اللي عمل الكلام ده، مفيش كاميرات ولا في اي حاجة، مفيش كاميرات نهائي. فدخل موتهم عشان هو كان شغال مع الراجل، وحضر دفنتهم وحضر معزتهم وحضر كل حاجة. تتوقعوا ايه اللي يحصل؟ النيابة والمباحث سألت وعادت التحقيقات مع الجيران كلها، يعني سألوا الجيران وسألوا صحاب الراجل، وما فضلش الا اب واحد، يعني ابوهم هو اللي فضل عايش. فكروا ان ابوهم اللي موتهم، اصل كل عياله ماتوا ومراته ماتت وكله مات، ما فضلش الا الاب. ففكروا ان هو اللي عامل كده، فكروا ان هو اللي عامل كده. فيجي ايه اللي يحصل؟ المباحث والنيابة سألت الاب كذا مرة متعددة في كذا يوم وكذا وكذا ايه، جه حاجة قبل كده. سألت الأقارب وسألت ده، لقيت الناس كلها كلامها واحد. أما في واحد كل مرة كلامه مختلف عن المرة اللي بعدها، اتسأل 5 مرات، وكل واحد من الناس اتسأل 5 مرات، و5 مرات مش 3 بيتسألوا، ده حوالي أكتر من 300 شخص ولا 100 شخص، خلاها 100 شخص بالميت خالص، لأن القضية غابت أكتر من شهر في عدد في تحقيقات. لا مش شهر يا ربي، هم خدوا بالظبط أسبوع. في كل يوم كانوا بيتسألوا كلامهم كله يطلع شبه بعض. أما ده الوحيد اللي اسمع بقى، اللي كلامه كان كل مرة مختلف عن المرة اللي بعدها. مرة دي قال كذا، المرة دي قال كذا، المرة دي كذا. كان طبعا الكلام بيتكتب، تعالى افتح ملف ده، هو مفتوح، اعترف بقى، يقول لنا ايه اللي حصل ويقول لنا اللي حصل، كنت فين يومها، كنت فين، كنت ايه. طب انت كنت في الحته دي. اول مره قال انا كنت بصلي الجمعه، تاني مره قال ده انا كنت في الحته الفلانيه، تالت مره قال ده انا كنت في الحته الفلانيه. كل مره كان لقاءاته مختلفه. انت كنت فين ساعه وقعه الجريمه، انت كنت فين ساعه وقعه الجريمه. كل مره كان كلامه مختلف. تعرفوا ان المباحث ولا ضربته ولا شتمته ولا عملت له اي حاجه ولا كهربته، شكل ما انتم بتقولوا انه كهربوا احمد فرج عشان يعترف، وكهربوه من ودانه وكهربوه من حته تانيه عشان يعترف. لا ما كهربوش. فقالوا له يا ابني انت قالوا له لا، انت كل كلامك مره بتغيره. اعترف بالحقيقه. الواد اعترف بالحقيقه وتم تحقيق معاه في البتاع ده في النيابه، وان ثبت عليه التهمه، وان هو اعترف بصحيح ان في حاجه في ان هو عمل كذا وكذا، وقال انا دخلت في الحته الفلانيه، كان ساعتها بتصلي الجمعه وسبت ما صليتش، وجيت دخلت عشان انا عارف ان ابوهم بيصلي وبيعمل، بس على اساس ان هم كلهم بيصلوا الجمعه، بس هم ما راحوش الجمعه دي. كنت داخل ان انا اسرع، ما كنتش خاطر عشان اقتل. والتهمه عمل، عارفين هو اتعدم من الوقت ومات. فانا بقول لك ان لو في خرم ابره والنيابه عارفاه او المباحث عارفاه، ما كانش اصلا هيحلوا القضيه الى المحكمه. ده غابت في التحقيقات كتير. تعرفوا ان احمد فرج كان معاه محامي يوم التحقيقات، في كذا مره في التحقيقات كان معاه. انا مش عارف كلام الاستاذ احمد عاشور اللي بيقول ده مرضوش يدخلوه الكلام ده، بس انا عاوز اقول كلمتين 2 فقط لا غير. هل احمد فرج معاه ادله وما اتقالتش؟ حضرتك المحامي بتاعه
اللي تقدر تقول له الكلام ده، اللي تقدر تاخد اقواله بالكلام ده، اللي تقدر تقدم حاجات بالكلام ده. وساعتها النيابة لو عرفت الكلام ده مش هتسكت وهتفتح تحقيقات من جديد. وانا بقول يمكن كان الكلام ده صح، ان النيابة هتفتح تحقيقات من جديد علشان خاطر الحاجات اللي احنا بنقولوها ديت حصلت وحصلتش. ممكن النيابة خدت علم بالكلام ده وهيتم فتح التحقيقات من جديد بسبب كده. يمكن ان شاء الله مستنيين اخبار جديدة، مستنيين اخبار حصرية. ارجو منكم يا جدعان بالتقدير على المحتوى اللي احنا بنقدمه لايك وشير واشتراك في القناة بعد إذن حضراتكم. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. شكرا جزيلا لحضراتكم، مستنيكم في الفيديو اللي جاي ومستني رأيكم إن شاء الله ومستني تعليقاتكم ومستني لايكاتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم. والناس اللي كانت بتسألني على الدعم في القناة، أنا ظبطت الدعم في القناة، اللي عاوز يدعم يدعم. شكرا جزيلا. أنا كنت بقول لكم ما تدعموش بس أنا ظبطته.